السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كوكويزين دي زاد. نتمنى تكونوا بخير وبصحة وعافية وانتم تشوفوا في الفيديو تاعي. اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي هي معقودة الدونات بطريقة جديدة. هاد الوصفة ديروا بها حالة في هذا العام وديروا بها حالة تاني في رمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله يا رب يدخل على رمضان بالصحه والهنا ويلقانا بصحتنا وكاع من المؤمن. هذه الوصفه البنات تاع المعقوده جبتها لكم بطريقه جديده باش تبحوا بها طاوله رمضان. يعني اي اخت مبتدئه اللي موافقه ما تخرجش معها المعقوده، ولا اي وحده فيكم موافقه تجرب المعقوده ما تخرجش معها، هذه الوصفه راها لكم. مع كوكويزين دي زاد كاع ما تحيروش، الصعيب يولي سهل. ما تروحوش بعيد، بقاو معايا باش تكتشفوا المقادير وطريقة تحضير هذه الوصفة. نبداو بسم الله. هنايا نجيبوا البنات كسكاس باش نديروا فيه البطاطا. هنا البطاطا استخدموا على حساب عدد الافراد العائله تاعكم. انا كانت عندي هنايا بطاطا صغيره، درت حوالي هكا 6 حبات تاع البطاطا، درتهم كيما هكا، قشرتها عادي وغسلتها ودروك نديرها في الكسكاس. هنا كملاحظه، المعقوده ما ديروهاش تغلي لكم في الماء، لازم تفوروها. المعقوده تاعكم ولا البطاطا المعقوده لازم تتفور، ما لازمش تغلى في الماء. باسكو كي تغلى في الماء غادي تجيكم شويه تغبنكم. هنايا نحطوها نغطوها بالبلاع ونخلوها حتى طيب لنا تماما وتولي طريه. هنا بعد ما تفورت البطاطا تاعنا نعرفوها بلي ما تجدش وقت كبير، نروح نضيف لها التوابل تاع المعقوده. في هذه الكميه غادي نحتاج 2 سنينات تاع الثوم. نرابو 2 سنينات تاع الثوم. نعرفوا بلي الثوم ضروري في الوصفه تاع المعقوده. هذه الوصفه تاع المعقوده تجي بنينه بزاف بزاف، صدقوني اخواتي تجي رائعه والطريقه تاعها سهله. ان شاء الله يا ربي مورا هذا الفيديو كاع تجربوها وتولوا كاع محترفين في المعقوده. هنايا درت 2 سنات تاع الثوم. نديروا كميه من القزبر. المعقوده ما يجيش فيها المعدنوس، يجي فيها القزبر، هذه كملاحظه. نروحو نديرو التوابل. هنا التوابل شا غادي نحتاجو كميه من الفلفل الاسود، نحتاجو الكمون ضروري في وصفه تاع المعقوده، ونحتاجو الزعفران. هنا الزعفران اختياري، انا نبغي اللون الاصفر في المعقوده وانتوما ما بغيتوش ديروه ما ديروش عادي. نديرو شويه تاع الملح، يعني مغرف صغيره تاع الملح. ندير وحده تاع فرماج مثلثات، وندير مغرف صغيره تاع زبده او مارغرين ضروري في هذه الوصفه. هنا انا عندي هذه باش نكرازي بها المعقوده تاعي. كما كتشوفوا بنفس الطريقه هذه نبدا هكا نضغط على هذيك البلاطه نطحن فيها. نتوما ما كانش عندكم هذه استخدموا فرشيطه عادي. نبقى بنفس الطريقه هكا. عاد موراها باش نضيف البيض. هنايا البيض كملاحظه، انا ما قدش نقول لكم شحال ديروا كميه تاع البيض باسكو على حساب الكميه تاع البطاطا اللي درتوها. انا هنا درت حبه تاع البيض كيما راكم تشوفوا، خلطتها بهذه الطريقه. نبقى نضيف بالنصف، يعني ندير نصف الكميه في المرحله الاولى. الا لقيتها باللي صيبو ما نزيدش نضيف الكميه الثانيه. المهم هو هذه لافارس تاعكم والعجينه تاعكم هذه تاع البطاطا لازم تجيكم خفيفه، تجيكم كيما الكريمه، ما لازمش تجيكم شاده روحها. كون فاهمين الفكره تاعي، لازم هذه البطاطا تجيكم خفيفه. قلت لكم ما لازمش تجيكم شاده روحها، يعني ما تطيقوش تشكلوها باليد. في هذه المرحله توقفوا ما تضيفوش البيض. ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوا الفكره تاعي. نبقى كيما هكا حتى نتحصلوا على هذه الكريمه. ها هي امامكم، يعني هذه الكريمه انا ما نقدش نشكلها بيدي. ها هي، لا هنايا نتوقفوا. في هذه المرحله غادي نجيب هذه لابوش نعمرها بهذيك الكميه تاع البطاطا، يعني نخدم بالكميه اللي كانت عندي بهذه الطريقه. وانتم لما كانتش عندكم لابوش تقدروا تستخدموا هذوك لي ساشي تاع الحليب. هادو لي ساشي لي بوش عفوا، ننصحكم تشروهم اخواتي، السعر تاعهم راش غالي وتصيبوهم. هنا نروحوا طريقه التشكيل تاع المعقوده تاع الدونات. على بالي بلي كاع البيوت الجزائريه عندهم هذا المول تاع الكعيكعات متوفر في الاسواق. غادي نخدم لي دونيت بشكل جديد. ايا خممت ندير هذا الشكل. كي عمرنا هذيك لابوش نروحوا نعمروا هذوك الكعيكعات تاعنا ولا لي دونيت تاعنا نعمروهم
بالمعقوده تاعنا. هنا لازم تعمروهم غايه، ولازم لابوش تاعكم تفتحوها شويه عريضه، ما تفتحوهاش يعني من الاسفل، تزيدوا تطلعوا شويه هكا باش تدي هذاك العرض تاع المول تاع السيليكون تاعنا. شوفوا هنايا بعد ما عمرناهم كامل بنفس الطريقه، هذيك الكميه تاع البطاطا خرجت لي هذه الكميه ما شاء الله. هنايا نجيبوا شويه تاع الماء ونسقدوا الشكل تاعها غير بسبيعاتنا هكا باش نتاكدوا بتحصلنا على الشكل يكون مليح. بعد هذه المرحله لازم ندخلوا هذا الليمون تاعنا في الكونجيلاتور ونخلوهم يتجمدوا تماما، يعني لازم يتجمدوا لنا، يعني نخلوهم نخدموا هذه الوصفه مع الصباح، يعني الا كنتوا في شهر رمضان الكريم اخدموها مع الصباح وخلوها حتى كي يقرب المغرب باش تقليوها هكا باش تجمد معكم غايه، باسكو هذا هو السر تاعها باش ما تنحلش معكم في المقله. هنايا نخرجوها من الكونجيلاتور بعد ما جمدت، ما نجبدوهاش حتى نبغوا نقلوها، هذه كملاحظه لازم تاكدوا لي عليها. شوفوا هنايا كيفاش نخرجوها بطريقه سهله ونتحصلوا على الشكل تاع الدونات. هنايا نحتاجوا كميه من لا شابلور، نحتاجوا حبه تاع البيض ونحتاجوا الفرينه. انا هنايا البيض نخدم غير بالحبه هكا باش نقتصد، ما ديروش كميه كبيره وتحصلوا فيه، خدموا غير بالحبه ولا خصكم زيدوا. هنا نحطوا هذيك المعقوده تاعنا في الفرينه، نزيدوا ندخلوها في البيض ونقطروها مليح مليح ونحطوها في لا شابلور. في هذه المرحله لازم تكون الخدمه تاعكم خفيفه وتكونوا سريعين. يعني انا حطيت لكم هذا الطبسي غير باش نبين لكم، بصح نتوما كي ديروا لهاد المرحله تاع لا شابلور وكاع مباشره حطوها في المقله، باسكو ما لازمش تسخن معاكم، كنت تسخن معاكم غادي تفتح معاكم هذه المعقوده. ناكد لكم ونعاود، يعني كي ديروها في لا شابلور والبطاطا والبيض مباشره في المقلاه، ما تحطوهاش في الطبسي، يعني ما تخدموش كميه وتحطوها في الطبسي عاد باش تقليوها، لا لازم مباشره ديروها في المقله هكا باش تاكدوا بلي ما تنحلش معاكم وتنجح معاكم هذه الوصفه تاع المعقوده. انا خدمت غير هاد 2 حبات ودرتهم في المقله وكملت الكميه اللي بقات مباشره. انا غير بغيت نوري لكم هنايا. شوفوا هنايا المقله ما درناش فيها كميه كبيره تاع الزيت، ما ديروش كميه كبيره تاع الزيت. هنا الصوره واضحه امامكم. نجيب هذيك المعقوده ونحطها كيما هكا ونخليها تحمر معانا. شوفوا هنايا مباشره تخدموها وتحطوها تقلى. شوفوا هنايا كي درناها في الزيت، النار تكون قويه عادي، ونبداو نقلبوا فيها هكا حتى نتحصلوا على هذا اللون الذهبي. هنا الصوره واضحه امامكم. المعقوده تاعنا ما فتحتلناش عفوا في المقله تاعنا، ها هي لهنايا امامكم. السر كامل كي تكون بارده مباشره في المقلاه، يعني ما تخلوهاش تسخن معاكم. شوفوا اللون الشباب اللي تحصلنا عليه هنايا وما فتحتلناش كامل في المقله تاعنا. هذه المعقوده ناجحه 100%. اي وحده فيكم ماشي موافقه تخرج لها المعقوده ننصحك تجربي هذه المعقوده وشوفي النتيجة قدام عينك. شوفوا هنايا بعد ما تحصلنا على هذا اللون غادي نفدها معكم تشوفوا سيبون. ها هي لهنا نقطرها من الزيت ونحطها في طبسي، ندير فيه بابي ابسوربون ماشي هي دي اصلا ما تجيش مزيته بزاف كملاحظه البنات. وشوفوا على بالنا بلي الزيت راه غالي وراه انديسبونيبل، على هذيك شوفوا معقوده ما فيهاش كميه تاع الزيت بزاف. شوفوا الزيت تاعنا كيفاش راه صافي، ما انفتحت في المقله ما والو. ها هي البنات المعقوده تاعنا بعد ما وجدت معانا. انا قدمتها هكا مع شويه تاع سلطه. شوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي شباب، تجي على حبه واحده، يعني جميع الحبات يجوا متساويين. وبالداخل البنات تجي روعه، تجيكم طريه. دوك نفتح معكم حبه وتشوفوا من الداخل كيفاش جات دايره. شوفوا من فوق تجي اللون تاعها رائع يعني تشهي. ننصحكم تجربوا هذه الوصفه وما تراطوهاش. شوفوا هنايا البنات هذاك اللون الشباب. هنا شوفوا غادي نفتح معكم وحده تشوفوها كيفاش جات، تجي طريه ما شاء الله. ها هي لا امامكم، يعني ما تخافوش كاع منها. ها هي لا. وصلنا لنهاية تاع الفيديو. ان شاء الله يا ربي الوصفه تاع اليوم عجبتكم، كنت انا خفيفه عليكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي جيم او كومونتير شباب، واللي مازال ما شاركتش في القناه نقولها اشتركي في القناه وفعلي الجرس باش يوصلك جديد فيديوهاتي. نتلاقوا في فيديو جديد، تهلاو في رواحكم، سلام.